هذه طبعا هي ما يسمى بأعلى قمة في منطقة المصباح، قمة جبل القحار. ومن هو قحاري هو مصباحي الأصل. طبعا ما يسمى بالقحاري فلان القحاري أو المصباحي نسبة إلى هذا الجبل، والذي يوجد فيه هذه طبعا نشوفها شبكة الهاتف النقال سيدستيل موجودة في هذا المكان. ويتسع هذا الجبل متسع وكبير جدا. هذا طبعا اتساع رأس الجبل القحار يشرف على معظم قرى المصباح. سنصور القرى من هذا الأماكن المرتفعة. طبعا الآن هنا في جزء من القرى، جزء من المصباح العالي والصبيح، وأيضا جزء من الموردة والمجادر نشوف الآن أمامنا في الشاشة. ولو أن هناك الأتربة لا نرى في وضوح، لكن لا زالت هناك معالم البيوت، نشوف الآثار ونشوف البيوت. وسنصور بقية القرى إن شاء الله من رأس هذا الجبل. سنطلع إلى تلك القمة وسنصور بقية الأماكن وسيطلع. طبعا سنرى من خلال هذه القمة مناطق الشجعة وبني سلمة واللكمة والطويط وغيرها. شوف عمنا علي ويصعد هذه القمة، سنصعد معه إلى تلك القمة. عمنا علي الآن يصعد تلك القمة المرتفعة وهي قمة جبل القحار، ويرى من خلال هذه القمة الكثير والعديد من القرى. نحن سنصعد لتلك المكان وسنقوم بتصوير القرى التي يشرف عليها هذا الجبل المرتفع. هذه هي قمة جبل القحار. نحن الآن في أعلى قمة في عزلة المصباح، ونرى من خلال الشاشة قرية الشجعة نشوفها الآن أمامنا، وأيضا جزء من عزلة بني سلمة الغربية، وجزء بسيط من اللكمة نشوفه أمامنا. طبعا هذه المنطقة الخضراء بمسمى بالوسط، منطقة خضراء وهي عبارة عن غابة صغيرة أو غابة مصغرة شبيهة بغابة الجائف. في هذا المكان فيه كثير من الأشجار لا تختلف عن أشجار الجائف التي قمنا بتصوير بعضها. هذه منطقة الشجعة، وهذه طبعا وهذا منزل الشيخ حميد سالم المصباحي. أمامنا واضح في الشاشة منزل الشيخ حميد سالم المصباحي. وهذه القرية نشوفها أمامنا. وهذا أيضا منزل المهندس أحمد محمد المصباحي وأخيه الدكتور عبد الوهاب. وهذه قرية القواعد، شوف كثافة من البيوت. وأيضا قرية أقعد يشوفها أمامنا الشاشة، وخلفها مباشرة قرية القواعد. هنا يوجد أيضا من السدود الكبيرة من هذه قرية الطويط وقرية الديرة. طبعا هذه القرية هي أكثر قرية موجودة في عزلة المصباح. نحن لا نرى إلا الجهة المقابلة لنا فقط. وطبعا القرية ممتدة إلى خلف هذه البركة الضخمة التي نراها الآن في الشاشة. وهذه قرية الديرة. من منطقة المصباح بشكل عام تشرف على مناطق فيها مكان، تشرف على عدة مناطق وعدة مدن الذي نشوف زبيد وأيضا حسينية وبيت الفقيه والجراحي والحديدة، خاصة مع الضوء نرى هذه المناطق، ومع
صفاء الجو نرى هذه المناطق، لكن الآن الجو معتم. في الغوبة لا نرى إلا مناطق بسيطة جدا من مناطق المصباح. هذا طبعا جبال المصباح المرتفعة، جبال المصباح العالية، وهذه رأس الريمة الجبل الذي نحن فيه. ومن رأس جبل القحار أيضا نأخذ هذه الصورة في المنطقة الجنوبية. هذه قرية المدنة، قرية المدنة شوفوا أمامنا مرتفعة إلى هذا المكان، بدأت تتوسع. وهذه طبعا منطقة خضراء يوجد فيها الكثير من الأشجار المختلفة والفواكه المختلفة. وهذه منطقة بني مجانب التي صورناها في بداية الشريط. نشوف أمامنا الآن هذه المناظر الطبيعية الجميلة. أيضا هذه منطقة بني سلام الغربية العزلة المجاورة. وهذه قرية اللكمة التي لم نشاهدها في التصوير التي سبق هذا التصوير. شوف الآن نتوسع أكثر في مشاهدة هذه القرية. الآن قرية نراها بوضوح من هذا المكان. هذه قرية اللكمة تابعة لجودة المصباح، وكذلك قرية الشجاعة. هذه المنطقة الخضراء نشوفها أمامنا، وقرية القواعد والقفر. وهذه عزلة بني سلمة الغربية، عزلة لحالها منفردة لا تدخل في عزلة المصباح، لها طبعا خصوصيتها. وهذه طبعا نرى بعض المناطق البعيدة، بني حطان أو بعض قرى بني حطان. سياحية في هذا المكان المرتفع. هذه قرية الجبل نصورها من على قمة بالمصباح. طبعا هذه المنطقة المرتفعة أعلى مكان يوجد في رأس هذا الجبل، جبل القحار. منطقة طبعا مستوية يقوم الناس في أيام القحط في التواجد في هذا المكان والطلوع إلى هذا المكان المرتفع للقيام بالتسقية في هذا المكان. طبعا هذه شبكة أيضا توجد في نفس هذا المكان. لم نصوره من منطقة بعيدة، والآن نصوره من منطقة بعيدة. وهذه منطقة زهر عبد كاملة. نحن الآن نصور منطقة الجائف. هذه المزروعات الموجودة في الجائف والمشهورة من القدم، وتوجد الآن في هذه المنطقة زراعة القات، زراعة المانجو، وأيضا الحدف والدبة والموز والبن، وأكثر أشجار البن توجد في هذه المنطقة. أيضا العنبة
في هذه المنطقة. نشوف تعتبر من أشهر المناطق. أيضا توجد العنب في هذه المناطق. هذا طبعا برج الهاتف النقال سيبستيل في أعلى المنطقة في جبل يسمى بجبل قحاء، أعلى منطقة أو أعلى قمة في عزلة المصباح. طبعا نحن في هذه المنطقة نصور ولا نستطيع أن نأخذ المنطقة كاملة، لأن الجائف يمتد إلى منطقة الصورة العالي، ونحن في منطقة مخيفة ومرتفعة جدا، لا نستطيع أن نأخذ المنطقة كاملة، لكن سنأخذها إن شاء الله من منطقة أعلى. طبعا أشجار البن في منطقة الجائف نلاحظ الآن أو نقرب هذه الشجرة المليئة بحبات البن كما ترون في الشاشة. طبعا نحن الآن في أيام موسم الأمطار. هذه أشجار البن الكثيفة موجودة في هذه المنطقة، وأشجار الموز أيضا. هذا جزء بسيط من منطقة الجائف السافل. أيضا هنا توجد أشجار البن. هذه طبعا إحدى أشجار البرتقال الموجودة في منطقة الجائف. نشوف أمامنا واضحة في الشاشة، وهذه أيضا ثمرة البرتقال. يوجد في هذه المنطقة الكثير من الأشجار المتنوعة والمختلفة، منها العنب ومنها البرتقال، كذلك البلس والموز والجوافة، وكثير من الرمان والسفرجل وأشجار البن. كما نلاحظ الآن نحن في أشجار البن، في وسط أشجار البن برفقة عمنا علي عبد الرحمن الموجود معنا في التصوير الآن تشوفوا في الشاشة. ونحن نأخذ هذه الجولة السريعة في هذا البستان وفي هذه المنطقة الخضراء التي تشرح النفس. طبعا هنا تعتبر هذه الشجرتين يعني أكبر الأشجار الموجودة في منطقة المصباح، وهي تخرج ما يسمى بالقطن. نلاحظ الآن في الشاشة عمنا علي يجني البن من بين الأشجار. هذه المناظر الجميلة موجودة في منطقة الجائف. طبعا عمنا علي مسؤول عن هذه المنطقة كاملة، وهي تحت استلامه، ويقوم بزيارتها يوميا في الصباح وفي المساء. شوف البن، هذه شجرة الجوافة إحدى أشجار الجائف، وهي طبعا مليئة بثمار الجوافة، لكنها ما زالت في النمو، في مرحلة النمو. هذا طبعا أحد ثمار البن وما يسمى بالقيتدس. نشوف الآن أمامنا من أقطاب الجائف. أيضا نحن الآن نمشي بين عقام الجائف، وطبعا نتفحص هذه الثمار، ونأخذ أيضا عينة من هذه الثمار نصورها بهذه الكاميرا ليرى المشاهد طبعا ماذا أودع الله في هذه التربة الطيبة. طبعا نشوف الموز أمامنا وهو متشبع بالماء،
لأن نحن الآن في موسم الأمطار، موسم النعم، ونحن قد بدأنا في بداية الفيلم وصورنا كثير من العيون الجارية والغيور، والآن نصور مناظر. هناك أيضا كثير من العيون الجارية موجودة في هذه المناطق وغير هذه المناطق. احنا أخذنا نماذج فقط من بعض الأماكن، وهناك الكثير والكثير. وإذا أخذنا طبعا معظم هذه الأماكن أو هذه العيون لما استطعنا أن نودع كل ذلك في فيلم واحد، فهناك الكثير. وأيضا يوجد في منطقة أسفل هذا الجايف ما يسمى بالصراع العالي، يوجد كثير من العيون المتدفقة والغيور الموجودة في تلك المنطقة. نحن الآن في منطقة وسط الجايف ونتجه إلى أعلى. هذا طبعا أحد نماذج شجرة الموز وثمار الموز الموجودة في منطقة الجايف. يا عم علي أهم شيء الحناشة. احنا نمشي الآن بين الأشجار الكثيفة وعلى الله. من كل حنش وعقربة وحية. طبعا أشجار أو شجرة الرمان، في جانب شجرة الرمان أيضا كباش العم علي عبد الرحمن. طبعا نماذج من شجرة الرمان الموجودة في الجايف. تزرعوا زراعة. هذا طبعا شجرة البلس موجودة أمامنا. الآن نقوم بأكل حبات البلس. طبعا ثمرة ما يسمى بالبلس، وهي ثمرة طيبة معروفة. هذه ثمار الرمان. يلا وهذه أشجار الرمان مكثفة في هذا المكان. وهذه أشجار المانجو موجودة بكثرة، ونحن في آخر موسم حصاد المانجو، إلا أنه لا زال يوجد بعض الأشجار ما زالت فيها الكثير. نصور نموذج لشجرة الليم. طبعا هذه شجرة الليم يسمى بشجرة الليم الكبري أو الكبيرة، يطلع حبات ليم كبيرة جدا. ونشوف الآن حبات الليم موجودة في الشجرة. حبات الليم الموجودة في الشجرة. وهذا نموذج لشجرة الليم الصغري أيضا موجودة بجانبه، لا تبعد كثير عن شجرة الليم الكبري الموجودة في هذا المكان. أشياء كثيرة ولكن نأخذ بعض النماذج. نصور أحد القطوب يسمى بالموز البلدي. طبعا أحد القطوب الموز البلدي ممتاز جدا طعم هذا الموز، والآن بدأ يتشقق من شدة رواء الأرض أو خصوبة التربة، يسمى بخصوبة التربة. هذا نموذج آخر من هذه القطوبة الموجودة وهذه الثمرة الطيبة في هذه الأرض الخصبة. هذه القطوبة الموجودة وهذه الثمرة الطيبة في هذه الأرض الخصبة. وهذا نموذج طبعا لبعض ثمار المانجو الموجودة في منطقة الجايف. طبعا نحن في نهاية جني هذه الثمرة، لكن ما زال هناك موجود، ومسمى هذه الثمرة تسمى بقلب الثور. طبعا حبوبها كبار وطعمها لذيذ جدا. أنا شوف بعض الثمار الموجودة. هذه طبعا نماذج لبعض الثمار الموجودة في هذا المكان، ثمار أشجار المانجو. نحن الآن بصدد تصوير أحد الثعابين الذي قام طبعا بالقضاء عليها العم علي في هذا المكان، وهي من المخيفة ويسمى بثعبان الكوبرا. هذا ثعبان الكوبرا نشوفه أمامنا، هذا رأس ثعبان الكوبرا، ومن الثعابين الخطرة جدا
تشتهر هذه المنطقة طبعا بالأشجار الكثيفة والثمار الطيبة، لكن أيضا مع ذلك تشتهر أيضا بالثعابين الكثيرة الموجودة في هذا المكان. نحن الآن نمشي على حذر جدا من وجود مثل هذه الثعابين الخطرة الذي ممكن يسبب لنا الأذى، نسأل الله السلامة. الثعابين الكبيرة والخطيرة جدا، طبعا طويلة ممتدة مسافة طويلة جدا. ما زالت تنزف إلى الآن. حجزكوا حتى بالكاميرا عشان نشهرك يشتروا منك من السعودية. هذه طبعا أشجار القات، تسمى بأشجار القات البكور، نلاحظها أمامنا في الشاشة، وهي ما زالت صغيرة وتعتبر من أفضل أنواع القات، يسمى بالبكور. يكون طعم لذيذ جدا طبعا للمتعودين على القات. نحن حقيقة الآن نسير كأننا في غابة، وفعلا هي غابة. منطقة الجائف عبارة عن غابة مخيفة جدا، يعني ندخل بأنفسنا بين هذه الحشائش يعني أكثر من نصف أجسامنا. هذه طبعا بعض ثمار أشجار المانجو، وهذه الثمار من أكبر شجرة ومن أضخم شجرة للمانجو موجودة في هذا المكان. وهذا طبعا جذع هذه الشجرة الضخمة، هذه شجرة المانجو بضخامتها وارتفاعها، وهي شجرة قديمة جدا لكنها أيضا ضخمة، من أضخم أشجار المانجو الموجودة في منطقة المصباح. وهذه بعض ثمارها التي توجد الآن في يد عمنا علي عبد الرحمن كما تشاهدون الآن في الشاشة. نسير في أشجار القات، قات البكور. هذه القات الصغير واللذيذ جدا. نحن في وسط هذه الأشجار الآن، طبعا أشجار كثيفة لشجرة القات في هذا المكان، وفيها أيضا من الأغصان الطيبة. والآن العم علي يقوم بقطف بعض ثمار أشجار القات الموجودة عندنا الآن، من أفضل أنواع القات الموجودة في منطقة المصباح، شجرة القات الموجودة في الجائف. شوفوا الآن طبعا هذه الأشجار الطيبة موجودة في هذا المكان. علي يشير إلى شجرة الرمان والثمار الكثيرة الموجودة في هذه الشجرة. يشوفوا شجرة الرمان وهي متدلية بالثمار، ما زالت طبعا في بدايتها. هذه شجرة الرمان، شوفوا أمامكم ثمارها الكثيرة جدا. نفعل جولة سريعة في هذا المكان، لأنه هذا المكان حقيقة كثيف بالأشجار، بشجار القات، أشجار الرمان، أشجار الموز، أشجار البلس، طبعا المانجو. طبعا هذه الجولة، وشوف عمنا علي هو يمر بين أشجار القات، قات البكور، هذا يسمى بقات البكور، ويعني مكثف في هذا المكان حقيقة ومن جميع الاتجاهات. نحن الآن في منطقة نسأل الله السلامة، ما نشوف إلا أعلى الأشجار، لا نرى أماكن أقدامنا. شوف عمنا علي، لا نرى منه إلا النصف فقط، أما النصف الأسفل فلا يرى. طبعا هذا منظر من وسط الجائف العالي، ونحن ننظر لهذه الأشجار الكثيفة، أشجار القات والمانجو والرمان والموز والحشائش الموجودة هنا بكثرة طبعا، وكأنها غابة من الغابات المشهورة
وفعلا هي غابة، في الحقيقة هي غابة، عبارة عن غابة ضخمة كبيرة جدا، خاصة مع أيام الأمطار لا يرى الشخص الآخر من مسافة 4 إلى 5 متر نهائيا من كثرة ازدحام الأشجار في هذه الأماكن. وأنتم ترون الآن في الشاشة، وطبعا ليس كما يقال الخبر كالمعاينة. نسمع الآن الريح ويحرك هذه الأشجار الكبيرة وكأنها زخات من الأمطار، ونحن في طبعا وقت صحو جدا، لكن الرياح هي التي تحرك هذه الأشجار ويسمع هذا الصوت ودوي هذا الصوت. هذه طبعا أحد أشجار البلس أيضا الموجودة. طبعا ايوه نعم يرى الان. هذا طبعا شجرة العنب متدلية من هذه الاماكن. اشجار العنب تشوفوها امامكم، هذه اشجار العنب. طبعا هل فيها ثمرة ولا لا؟ لا يوجد الان فيها ثمار، ليس موسمها. شجرة القات نشوفها الآن بوضوح من هذا المكان. هذه طبعا شجرة أخرى ليست الشجرة السابقة، وهي متدلية ما بين شجرة الرمان أو أشجار الرمان وما بين أشجار القات أيضا. هذه أشجار العنب، طبعا وهي مرتفعة جدا، طبعا متدلية من رأس شجرة القات. هذه أعلى شجرة اللي نشوفها أمامنا في الشاشة، شجرة القات، ونازلة إلى أشجار القات لتحت، وأيضا أشجار الرمان في هذا المكان. هذه طبعا ثمار أو أشجار العنب الموجودة في منطقة الجاية. نحن نصور الآن من منطقة مرتفعة قليل، خرجنا من بين هذه الغابة ونصور الجزء العالي من منطقة الجاية الذي لم يصور. هذا طبعا الجزء العالي الذي هو أعلى قمة، وقع محاذي لجبل القحار. هذه طبعا أعلى قمة الجائف، وهذه أشجار الغاث اللي نشوفها أمامنا وأشجار المانجو.